مع بداية شهر ربيع الأول بتبتدي تنتشر في المحلات حلويات مولد النبي والعروسة والحصان. بس إيه حكايتهم وإيه أصلهم؟ ده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهاردة. عام والأمة الإسلامية بألف خير ويمن وبركات. يوم 12 ربيع الأول يوم مميز في حياة العالم الإسلامي، فهو يوم مولد النبي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. بيحتفل العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم بعدة طقوس مختلفة، لكن الاحتفالات في مصر بيكون ليها طابع مميز. بتبدأ الاحتفالات بمولد النبي من أول بداية الشهر العربي، ويمكن كمان من قبله. بتبدأ بصناعة حلوى المولد اللي بتنتشر في كل المحلات وكل الأماكن على مستوى الجمهورية. حلوى المولد من الحاجات اللي أدخلها الفاطميين على المصريين بغرض التقرب منهم، فكانوا بينشروا في يوم مولد النبي حلوى بيوزعوها على الشعب المصري بغرض التقرب والتودد ليهم. الحلوى دي كانت بتسمى معلقات لأنها كانت في الأول بتبتدي تتعلق في الحبل زي الملبن الحبل. كان أساسها وأشهرها هي الحمصية والسمسمية والفولية. طبعا مع تطور الزمن دلوقتي بقى عندنا أصناف جديدة وأصناف كتيرة بدأت تدخل على حلوى المولد. حلويات المولد من غير ما نقدم هدية، عروسة للبنت وحصان للولد، وخصوصا ان تاريخهم بيرجع معانا من سنة 937 ميلاديا، ايام الحاكم الفاطمي اللي كان بيحتفل يوم مولد النبي في موكب عظيم بيخرج فيه هو وزوجته، وفي ساعتها بيوزع الهدايا والحلوى على الشعب المصري. ده خلى صناع الحلوى ان هم يبتدوا يعملوا حلوى فارس على الحصان رمز للخليفة، وعروسة لابسة فستان مزركش رمز إلى زوجة الخليفة. في عهد الحاكم بأمر الله ابتدت تظهر لنا روايتين متعلقة بالحصان والعروسة. الرواية الأولى إن الحاكم بأمر الله برضو كان بيخرج يوم مولد النبي في موكب عظيم معه أقرب زوجاته إلى قلبه، ويبتدي يوزع الهدايا على الشعب المصري والحلوى. وده برضو خلى صناع الحلويات يفكروا في الفارس اللي راكب الحصان والعروسة رمز لزوجة الحاكم بأمر الله. لكن في رواية تانية متعلقة بالحاكم بأمر الله، وإن هو جه منع كل مظاهر الاحتفال في أي مناسبة إلا مظاهر الاحتفال في مولد النبي. وساعتها المصريين اتضايقوا لأن هم مش عارفين يحتفلوا في أي مناسبة ولا حتى إن هم يحتفلوا بمراسم الجواز بتاعتهم، فكانوا المصريين بيستنوا يوم مولد النبي علشان خاطر يحتفلوا بالجواز بتاعهم ويعلنوا جوازهم. وساعتها ابتدى يتغير مفهوم المعنى للفارس، بدل ما كان رمز للحاكم بأمر الله بقى رمز